me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في يوميات هولي. النهارده روتين جديد. قلت بقى ايه، اول ما صحيت غسلت المواعين وخلصت بقى اللي ورايا في المطبخ عشان اعمل النهارده احلى اكله انتوا بتحبوها، وطبعا ما فيش حد ما بيحبهاش، وهي الحواوشي. هنعملها من غير فرن بطريقه بسيطه جدا وفي 5 دقايق بس. طبعا اتفرجوا الفيديو على الاخر عشان هتعرفوا ازاي انا عملتها وبابسط طريقه، وهتعملوها حتى احلى من اللي هتشتروها من بره، لان على الاقل هتبقوا عارفين كل المكونات اللي محطوطه فيها. زي ما انتوا شايفين انا طبعا المواعين اصلا كده كده ما بتخلص مهما عملتوا ومهما سوينا، المواعين دايما ما بتخلص. لكن انا عامه اول ما اخلص الغداء، اخلص الفطار، اخلص العشاء، بغسل المواعين اول باول، لان انا لو سبتها بتتراكم جامد جدا. وكمان اصلا المواعين لو سبتيها بتعمل دبان وذباب وحاجات وحشه مش مستحبه، وكمان بتعمل ريحه. فعشان كده اغسلي مواعينك اول باول علشان حتى تحس بطاقه ايجابيه. طول ما هو المطبخ قبل كده قلت نضيف، هتحس ان الشقه كلها نضيفه، لكن المطبخ لو مش نضيف هتحس ان الشقه كلها مش نضيفه حتى لو كانت مرتبه. لان المطبخ هي مملكه الست، بتعمل فيه كل اللي هي عايزاه، وبتقعد فيه اكتر ما بتقعد في بقيه الشقه، بتقعد معظم الوقت في المطبخ. فلازم يكون المطبخ حلو جدا. زي ما انتوا شايفين انا كمان الصواني بدعكها على طول اول باول، وبالذات اللي هي الالمونيا. وعلى فكره الصواني الالمونيا بتبقى حلوه جدا في الحاجات اللي بتخبزيها، بتسوي الحاجات كويسه جدا لانها بتبقى جيده التوصيل للحراره. فاما الاستانلس والسيراميك والتيفال ما بحبش المعجنات بالذات تتحط فيها. لكن بصراحه التيفال حلوه في الحاجات اللي ما بتلزقش. تحطي اي اكل فيها ما بيلزقش. لكن المعجنات انا بس بحب انها تتعمل في الصواني دي لانها بتسويها حلو جدا. طبعا انا كنت عامله فيها قبل كده قرص للاولاد، وطبعا غسلتها زي ما انتم شايفين. القرص دي انا عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوها في الفيديوهات بتاعتي اللي في القناه، بطريقه بسيطه تقدري تعملي فيها فطار غدا عشاء زي ما انت عايزه. طبعا انا عندي بقى المواعين بحاول ان انا اول ما بخلصها بفضي الاكل اللي بيبقى عليها علشان ما يسدش الحوض، وبغسلها زي ما انتوا شايفين كده اول باول. في طبعا مننا كتير جدا بيحاول انه يكسل، سواء بقى للمواعين وبالذات في ايام الشتاء دي. طبعا احنا بني ادمين لازم اكيد هنكسل فتره طبعا، بس برضو نحاول ان احنا نشجع نفسينا ونشجع بعضينا ونعمل حاجتنا، بالذات لما تلاقي في تعاون او في مثلا تشجيع من الطرفين. سواء مثلا انا وانتو ممكن نعمل حاجات مع بعض كتير. على فكرة القناة بتاعتي انا كنت عايزة اعرفكم ان القناة بتاعتي انا بحبها انها تكون متنوعة، لان انا عامة ما بحبش ان انا افضل على نمط واحد. بس انا بحب ان انا يعني اوريكم الحاجات اللي انا استعملتها او الحاجات اللي انا جربتها ونفعت معايا. فانا بحب ان انا اعمل لكم فيديوهات عليها، سواء وصفات طبيعيه، سواء مشتريات، سواء طبخ، تنظيم، تنظيف. الحاجات ديت بتبقى حلوه جدا لما بتشوفيها من حد هو جربها، خاصة الوصفات الطبيعية بتبقى حلوة جدا جدا. اولا لانها ما تضرش ابدا البشرة او الجسم، لانها من مواد طبيعية، وده احلى حاجة في الدنيا انك تعملي الحاجة من مواد طبيعية. احنا برضو بنشتري على فكرة ماسكات برضو من بره وبتاع دوت، مش بس بيبقى صراحة هما دلوقتي حاليا بقى يعملوا الماسكات من مواد طبيعية، فبتبقى حلوة. بس برضو الوصفات الطبيعية على الاقل تعمليها مرة او مرتين في الاسبوع، ده بيدي نشاط للبشرة، وكمان بتخرج الكولاجين اللي موجود في البشرة.
طبعا القناة بتاعتي طبعا في ناس بيقولوا لي لازم يكون على نمط واحد او حاجة واحدة، بس انا بصراحة بحب انها تكون متنوعة علشان تبقى على الاقل يبقى في احساس ان ايه، يا ترى الفيديو اللي جاي هيبقى ايه، يا ترى انا هعمل الفيديو ده عبارة عن ايه المرة الجاية. ده بيخلي الواحد مرتاح ومبسوط جدا. اتمنى طبعا يا رب انكم تتفرجوا على فيديوهاتي وتشجعوني جدا باللايكات والاشتراكات. واتمنى يا رب اشوفكم في منتهى السعادة ومنتهى الصحة اللي في الدنيا كلها. وزي ما انتم شايفين انا بغسل الحوض دايما بعد ما بغسل المواعين، ده مهم جدا. دلوقتي خلصت الحوض اهو. انا بحب اغسله كويس قوي عشان ايه ما يبقاش فيه اي ايه شوائب موجودة عليه. طبعا باذن الله في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله هنزلها، وفيديوهات هتعجبكم جامد جدا جدا جدا. بس اتمنى يا رب انكم تدعموني وتتفرجوا للفيديوهات على الاخر، علشان يوصل لكم كمان جديد. لازم تعملوا لايك وتشتركوا في الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار باي فيديو انا جديد. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا طبعا دي الكفتة اللي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم. الكفتة دي عبارة عن لحمة مفرومة بتحطي عليها بصلتين وتضربيهم مع بعض مع حته دهنه من الخروف وتفرمهم كلهم مع بعض. انا طبعا اهي الكفته اهيت انا جبتها حطيت عليها بصل وحطيت عليها طماطم وحطيت عليها فلفل كله مقطع مكعبات، وكمان حطيت عليها بهارات وملح وايه وشطه زي ما انتم شايفين اهو. دي بهارات اللحمه اللي انا كنت حاطاها. طبعا بعجنها كويس جدا مع بعض. بجيب العيش زي ما انتم شايفينه وبحط ايه كميه وافردها في قلب العيش اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. ده على فكره طريقه الحواوشي ديت طريقه بسيطه جدا، ولا فرن ولا تتعبي نفسك ولا يقعد بالساعات ولا ينشف منك. هوريها لك دلوقتي وانا بعملها في الصينيه، بتطلع محمره ومستويه كويس جدا وكمان طريه ومش مش ناشفه. الفرن بينشفها جامد جدا وكمان بياخد وقت طويل جدا وهو في الفرن عقبال ما يتعمل، لكن في الصينيه مش هياخد منك اكتر من 5 دقايق بس. زي ما انتم شايفين اهو انا عملت كذا رغيف، وطبعا الكيلو اللحمه عمل عندي 10 رغيفه، ومن ايه من العيش الكبير مش من العيش الصغير اهو زي ما انتم شايفين اهوت. انا عملت هيك الكميه كلها، جبت طاستين عشان اخلص الكميه بسرعه. حطيت في كل طاسه منهم معلقتين زيت. على فكره الزيت دوت انا ما بحطش زيت تاني، هي المعلقتين بس اللي انا بحطها. ولازم تعمليها لا اما في الصينيه زي الجرانيت اللي انا عاملاها دي، او الصينيه اللي هي التيفال، علشان ايه ما يلزقش، وفي نفس الوقت كمان هيديكي اللون الحلو اللي انت ايه هتشوفيه دلوقتي. طبعا انت بتسيبيه لغايه ما يستوي ويتحمر. طبعا انت في الاول بتوطي النار لغايه ما يبتدي انه ايه يتحمر معاكي شويه، وبعد كده بتعليها بس هتبقى على نار ايه متوسطه مش نار عاليه، عشان النار العاليه هتحرقه بسرعه ومش هتسوي اللحمه اللي جواه اللي جوه العيش زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انا هوريها لكم بعد ما ابتدى اللون يتغير اهو. انا قلبته وابتدى ايه اللون يتغير. طبعا انا بحاول اقلبه بدل المره يجي مرتين 3 علشان ايه يحمر بالدرجه اللي انا عايزاها. وعلى فكره هتلاقيه طري طري طري، واللحمه هتكون مستويه كويس جدا. ودي طريقه حلوه قوي اهي زي ما انتم شايفين اهو. احمر جامد حطيته طبعا في الطبق اهو. وادي كمان حطيت الاتنين استووا مع بعض، وخلصت الوقت ووفرت وقتي جامد جدا عن طريقه ان انا حطيت الطاستين مع بعض وحمرتها زي ما انتم شايفين اهو. ادي اهوت انا وريتكم اكتر من مره علشان تشوفوا انها ما بتاخدش وقت، وانها بتتحمر بطريقه صح، وان اللحمه اللي جواها بتستوي صح، لا ومنها تبقى طريه وفي نفس الوقت مش هتنشف، لان زي ما انا قلت لكم قبل كده ان البوتاجاز هينشفها جامد جدا. ادي انا اهوت خلاص خلصتها. طبعا الرغيف حالف انه ما كانش يتشال وادي اهو شلتها وحطيتها في الطبق. وادي انا ايه التاني كمان. على فكره
والله العظيم لما تاكلوه هتحسوا ان احلى من اللي بتشتروه من بره بكتير بكتير بكتير. ايه اولا هتعرفوا عارفين المكونات اللي انت حطيتوها بايديكوا، وفي نفس الوقت هتلاقوه طري وطعمه تحفة بجد، طعمه جنان. ولا هتاكلوه هتدعولي لو ما تعملوه بالطريقه ديت، هتدعولي جامد على الطريقه دي لانها هتوفر وقتكم، وفي نفس الوقت يعتبر غدوه سريعه مش محتاجه وقت. اهو زي ما انتم شايفين بعد ما انا خلصته، انا بحب ان انا ايه اهو انا وريتكم اهي اللحمه مستويه صح. انا بقى ايه هقطعه ايه نصين علشان بقى ايه يبقى زي ما احنا بنشتريه من المطاعم بالظبط. يبقى ايه النص كده هو تقدري تمسكيه. طبعا كان سخن ومولع جامد، وانا حاولت اقطعه وهو سخن عشان بس اوريكم اللحمه مستويه ازاي وبطريقه جميله جدا. بصوا زي ما انتم شايفينها، بص زي اللي بنشتريه من بره، واحلى على فكره، احلى بكتير بكتير لانه طعمه يجنن بجد، طعمه يجنن جدا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.